الواد بيدبدب والبت على صرخه واحده وبتتمرمغ في الارض، وهما الاتنين بيعيطوا واكلين لدماغي، وانا خلاص هصوت وهلم علينا الجيران اللي في البيت. لو هي دي حالتك انا هقولك على حل سريع نواجههم بالزغزغه. بصي يا ستي، الزغزغه دي حل متجرب وانا شخصيا بتعامل بيه مع ابني. احيانا بيكون فيه صوات وعياط وانهيار مش مفهوم سببه ولا عارفين نوقفه ازاي، وبتكوني خلاص هتفقدي اعصابك. في الحالات دي انا بعمل حاجه من الاتنين، بجيب مخده وبحط فيها وشي وبقعد اصوت واعيط براحتي. فاكرين الدرس اللي خدناه زمان بتاع النعامه التي تدفن راسها في الرمال؟ غالبا النعامه دي كان عندها عيال. الحاجه التانية والألذ والاجمل هي الزغزغه. ايوه الزغزغه. شيلي الطفل من الارض وهو مبهدل نفسه عياط كده وانتي مش عارفه تعملي فيه ايه، وحطيه على حته عاليه وابداي زغزغي بقى، هتلاقي الزن والعياط قلب ضحك وكركعه. واقفليها دايما بحضن. بس هقولك على حاجه، الزغزغه دايما تكون محسوبه وبالراحه علشان ما تاذيش الطفل وتقطعي نفسه. احنا هدفنا بس ان احنا نغير المود. ليه بقولك كده؟ علشان انا احيانا بلاقي ابهات، وتحديدا الابهات، من كتر الزغزغه بتحس ان صوابعهم هتخترق جسم الطفل. خليكي حنينه كده وانتي بتزغزغي علشان خاطر الموضوع ما يقلبش بنكد وعياط اكتر. لو حد جرب اللي انا بقوله ده يا ريت يرفع ايده كده في الكومنتات عشان ما يحسش بس ان انا لوحدي.